تخيل معايا حاجة صغيرة مثلا غير رفرفة جناح فراشة تقدر تبدل الطقس في بلاد أخرى. ولكن كيفاش؟ هذه هي قوة التفاصيل الصغيرة. هذه هي قصة تأثير الفراشة. تأثير الفراشة مش مجرد خرافة، راه واحد المبدأ علمي داخل في واحد النظرية كبيرة سميتها نظرية الفوضى. منين جات الفكرة؟ في الستينات القرن الماضي كان واحد العالم أمريكي وسميتو إدوارد لورينتيز، كان كيدرس الطقس بالحاسوب. واحد النهار دار واحد المعاكة ديال الطقس، ولكن نقص صغير رقم صغير، صغير بزاف، بحال نقص فاصلة ولا صفر. ولكن المفاجأة النتيجة تغيرت كامل. غير تبديل بسيط في البداية خلق نتيجة مختلفة 100% في النهاية. ومن تما خرج مثال اللي دار ضجة: رفرفة جناح فراشة في البرازيل ممكن تسبب إعصار في مكان آخر. ماشي حيت الفراشة قوية، ولكن حيت أي حاجة صغيرة كتقدر تبدل السلسلة ديال الأحداث. نفس الشي كيطبق على الحياة ديالنا. قرار صغير اليوم يقدر يبدل المستقبل ديالك كامل. صفحة من كتاب ولا خطة ديال الرياضة، دقيقة ديال التنظيم، حاجة صغيرة اليوم ولكن عندها أثر كبير غدا. ماشي ضروري تبدا بشي حاجة كبيرة، ولكن غير بدا. فراشة صغيرة تقدر تغير الريح، وانت تقدر تغير حياتك بخطوة واحدة صغيرة. دابا ما تسناش الفرصة الكبيرة، دير خطوة صغيرة دابا وكتب في التعليقات شنو هي الفراشة ديالك، شنو هي الحاجة الصغيرة اللي غتبدا بها اليوم. وهكا الرفرفة صغيرة اليوم تقدر تبدل المستقبل ديالك غدا.